صلاة الليل. هاي صلاة الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن. يقول له يعني عجيب، يقول له هذه صلاة الليل الله يخليها بالقبر، كانوا يقولون هيك، الله يخليها بالقبر مصباح. إذا واحد يصلي صلاة الليل طب القبر يلقى القبر مضيء. شرف المؤمن بالدنيا ترزقه وبالآخرة تفتح له نور. صلاة الليل ما تطول 20 دقيقة، ربع ساعة صلاة الليل. اكو رواية هواي صعبة ومخيفة. الإمام يقول ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. يعني شنو؟ مو معناها واجبة، لا مستحبة، بس اللي يريد يصير من خلص شيعتنا كلش ما يترك صلاة الليل، ما يتركها. فشيء هسه أنا ما أعرف شو أحكي عليه، بس على قولتهم طب وشوف، ما أقول لك، بس جرب. طب وشوف، ما أقول لك، جرب أن تصلي صلاة الليل، جرب. شوفها شوية ثقيلة، أول 5 أيام، أول 4 أيام صلي ركعتين، وراها سويهن 4، وراها سويهن 6 8، صلي الشفع والوتر، صليها صلاة الليل. دير بالك تمر عليك ليلة ما تصلي صلاة الليل. بس رب العالمين ومحمد وآل محمد يعرفون قيمة صلاة الليل. بس رب العالمين ومحمد وآل محمد يعرفون قيمة صلاة الليل. يمرن الإنسان نفسه عليها شوية ثقيلة أول أيام، ما يخالف. الأئمة كانوا ما يتركون صلاة الليل قبل صلاة الصبح بنص ساعة وبربع ساعة، قوم صليها وقل له يا رب عيني عليها، لأن هاي بيها سر ما حد يعرفه، بس اللي يدرك إدراكا ذوقا يعرف سر صلاة الليل. وحتى هي سبحان الله، واحد جاء الإمام علي قال له ما أقدر أصلي صلاة الليل، ثقيلة علي. قال له تلك ذنوب النهار منعتك من صلاة الليل. مو مثل أي صلاة، يعني يراد واحد يضبط نهاره حتى الله يوفقه صلاة الليل، كلش عظيمة. والإنسان إذا صلى صلاة الليل ومات الله يراوي عجائب لا تخطر على باله، ما يدرك. هو بالدنيا يراوي عجائب، مو بس بالآخرة، بالدنيا إذا الإنسان صلى صلاة الليل بالدنيا راح يشوف العجائب، بالآخرة شو يشوف الله العالم. بالدنيا عظيمة هي، ومجربة للرزق، ومجربة لقضاء الحوائج، ومجربة لغفران الذنوب، ومجربة لستر العيوب، ومجربة للمقامات. حتى أن بعض العلماء كانوا يقولون كذب من قال إني وصلت مقاما ولم يصلي صلاة الليل.